السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي. يا رب كده تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب. عاملين إيه؟ يا رب كده تكونوا في أحسن حال. قبل بقى ما ندخل على الوصفة الحلوة دي هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنعمل مع بعض عجينة الطعمية بطريقة سهلة جدا، وإن شاء الله هتعمليها وهتحصلي على أحسن نتيجة بإذن الله. طبعا عجينة الطعمية سهلة جدا طريقتها، يعني مفيش أسهل من كده، كفاية بس النظافة. يعني كفايه انت بتعملي حاجه بايدك في البيت، والخضار هتغسلي بايدك، والحاجات دي كلها طبعا هتبقى نظافه النظافه زي ما بيقولوا. طيب، وغير كمان النظافه هي موفره جدا طبعا. يعني هي كمان كتوفير هي موفره. تمام كده. طبعا هتعملي العجينه الطعميه، اقل حاجه يعني ايه، هاتي نص كيلو فول ايه مدشوش. هاتي نص كيلو فول مدشوش، هتنقعيه قبلها بيوم. تمام كده. وطبعا اثناء النقع هتغيري الميه. خلاص نقعناه لتاني يوم، هنشطف الفول المدشوش ده كويس جدا جدا. وهنضيف بقى على نص كيلو فول مدشوش ايه، بصلايه صغيره، وحوالي 10 فصوص ثوم. تمام كده. ومعايا بقى نص حزمه كرات، وعودين كده بس شبت، وايه، وكام عود كده ايه كزبره. يعني حوالي ربع كده ايه حزمه كزبره. تمام كده. مفيش ابسط من كده طبعا. هناخد بقى الكميه دي كلها، تاخد معاكي من ربع كوبايه ميه لنص كوبايه، يعني ما تزوديش حتى، يعني ما تزوديش نص كوبايه. يعني ما تزوديش عن نص كوبايه، عشان ما تبقاش معاكي ايه ميه كده وتشرب زيت معاكي. يعني كل ما قلت الميه فيها الطعميه بتكون احسن طبعا. يعني المفروض ربع كوبايه ميه لنص كوبايه بالكتير قوي يعني. تمام كده. طيب. طبعا هاخد الطعميه ديت، هطحنها في الكبه. هاخدها على كذا مره. بعد ما طحنتها هديها وش كمان. يعني انا طحنتها كده، طبعا كده هي مش ناعمه معايا. خلاص كده هطحنها كمان ايه، كمان مره. طبعًا الطعمية في البيت بتبقى طعمها كمان مميزة عن برّه. يعني امشي بالمقادير دي بالضبط، هتحصلي على طعمية هشة كده من جوّه، وطعمها حرفيًا بجد مميز جدًا. طيب يا ست الكل، خلاص إحنا زي ما قُلت لِك إحنا ضربناها أول وِش، هنضربها كمان إيه، تاني مرّة. تمام كده؟ خلاص هنعجن بقى العجينة الطعمية دي كويس جدًا، جدًا، وهاقليها معاكم دلوقتي. طيب إحنا عايزين بقى نخزّنها، لمّا تيجي تخزّنيها ما تحطّيلهاش أي توابل، عشان طعمها ما يغيرش معاكِ في الفريزر. لمّا تخزّنيها ما تحطّيش أي توابل، ولمّا تطلّعيها بقى من الفريزر هتحطّي التوابل بتاعتِك بقى، عبارة عن إيه التوابل، رشة فلفل أسود، ورشة كمون، ورشة كزبرة ناشفة. ولمّا تطلّعيها بقى من الفريزر هتضيفي عليها ربع معلقة صغيرة خالص baking powder، وهتضبّطي الملح بتاعها، ده لمّا تطلع من الفريزر. الوقتي طبعًا إيه، أنا لسه عاملاها حالًا وهاقليها معاكم دلوقتي حالًا. معايا سمسم بقى وكزبرة. تمام. وهامسك بقى الطعمية دي هاقليها إيه قدّامكم. طبعًا هنقلي الطعمية باوريكم طبعًا إيه بعد ما عملتها، وهاوريكم التماسك بتاعها وجميلة. طبعًا عايزة تحشيها بأي حشوات، بسطرمة أو جبنة نستون براحتك، أو بصل كده مشوّح وجواها ريسة شطة، ده لو أنتِ عايزة تحشي الطعمية معاكِ. تمام كده. الطعمية بقى فعلًا جميلة، كفاية ريحتها كانت قالبة الشقة. اعمليها وخزّني بقى إيه، كام كيس كده في الفريزر، هتطلّع معاكِ حوالي 4 أكياس كده غير غير اللي أنتِ هتقليه يعني. من أسهل الوصفات، ومن أنضف الوصفات، وطبعًا وصفة اقتصادية. طبعًا هندمّس الفول مع بعضينا، وهيبقى عندِك فول وعجينة طعمية في الفريزر عندِك. يالّا يا ست الكل جرّبي الوصفة وإن شاء الله هتعجبِك بإذن الله. يالّا بقى اللي هيجرّب الوصفة يكتب لي كده في الكومنتات واعملوها، وإن شاء الله هندمّس الفول مع بعضينا. وهنعمل حاجات كمان كتيرة كده اقتصادية هتبقى معاكِ كده للفطار إن شاء الله. بس كده اللي وصل بقى لحد هنا لايك كده من إيديه الحلوة. يالّا أسيبكم في حفظ الله، مع السلامة، السلام عليكم.